حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني، بقالنا فترة طويلة ما تقابلناش. ان شاء الله نرجع ونعمل وصفات تعجبكم. النهاردة هنعمل وصفة بسيطة جدا، فطيرات بحشوة جبنة رائعة. الفطيرات دي مكوناتها كلها موجودة في البيت، تشكيلها بسيط جدا، وكمان بتطلع بنتيجة رائعة. فطيرات صغيرة ننفع ناخدها في الشغل، نديها للولاد في المدرسة وللفطار وللعشاء. قد ايه الفطيرات دي كانت مقرمشه كده من بره ومورقه زي الفطير من جوه، ما هي فعلا تقريبا عجينه فطير. وتقريبا من نص كيلو دي قدرنا نعمل كل الكميه دي. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ على طول. وكل اللي احنا محتاجينه في وصفتنا معلقه ملح صغيره وكوبايتين ميه دافيه من المج العادي اللي احنا بنشرب فيه. هقلب الميه والملح لحد ما الملح يدوب تماما، وهنزل عليهم 5 كوبايات دقيق بالميزان 600 جرام. هخلط الدقيق بالمية لحد ما الدقيق يختفي تماما ويديني عجينة متماسكة، ما تكونش طرية ما بتلزقش. بعد ما بلم الدقيق في الطبق والطبق ينضف تماما بالشكل ده، هاخد العجينة وانزل بيها على الرخامة. شايفين العجينة خشنة ازاي؟ طبعا ده مش مطلوب مننا خالص، المفروض العجينة دي تكون بتلمع وتكون ناعمة. هعجن في العجين على الرخامة 5-7 دقايق لحد ما العجينة تلمع والخشونة دي تروح تماما بالشكل الجميل ده. شايفين النعومة والجمال؟ بظبطها بالشكل ده، وبالقطاعة بسكينة عندك قطعيها ل4 قطع يكونوا متساويين، وكل قطعة هنكورها ونحطها في طبق فيه شوية دقيق. طبعا ايديكي ميزان، لقيتي كورة كبيرة شوية وكورة صغيرة تظبطي، تاخدي من الكبيرة زي ما انا عملت كده. خدت حتة من كورة كبيرة وكملت بيها كورة تانية، بقى عندي 4 كور. حطها في طبق فيه رش دقيق وهسيبهم يرتاحوا 10 دقايق عشان العجينة دي انا هفردها، لازم ترتاح كويس كده. خلاص ال4 كور قد بعض، هسيبهم يرتاحوا شوية. وبعد ما سبتهم 10 دقايق رش دقيق كده على الرخامة، وهبتدي افرد كل قطعة بالشكل ده على قد ما اقدر، حوالي كده يكون قطرها 40 سنتي 45 سنتي. افردي وما تسيبيش حتة تخينة في الأطراف، على قد ما تقدري اتكي على الأطراف. خدي كده من جوه لبره بشكل كده عشوائي وافرديها بإيديكي. شدي كده الحتة السميكة وتعاملي مع العجينة كده بكل ثقة. معايا بقى حوالي 200 جرام زبدة طرية، هبتدي أدهن الوش وأطبق وأدهن كل قطعة بالشكل ده وأقفلها كده زي الظرف. شايفين؟ وأطبقها لحد ما أحصل على مستطيل بالشكل ده. خلاص أضغط عليها واركنها على جنب لحد ما أعمل واحدة تانية بنفس الطريقة. أدي قطعة، أهم حاجة تحطي رشة دقيق من فوق ومن تحت. افردي على قد ما تفرد معاكي، والعجينة لو مرتاحة تتفرد معاكي بكل سهولة. مش قادرة تتعاملي بالنشابة بإيديكي كده، افردي ووسعي وعلى طول بالزبدة امسحي وش العجينة. هاتي بقى العجينة اللي أنا طبقتها وهحطها في قلبها وهقفل عليها بنفس الطريقة العجينة التانية بالشكل كده. كده أصبح عندي كورتين جوا بعض. خلاص هضغط عليها كده كويس وهعمل الكورتين التانيين بنفس الطريقة. فردت كورة ودهنتها بالزبدة كويس. الزبدة دي كنت طريقة عشان تتفرد معاكي بسهولة. وطبقي وامسحي زبدة في كل وش بتطبقيه. شايفين؟ بطريقة بسيطة جدا، مش محتاجة أي دقة ولا أي افتكاسات. لمي كده العجينة وكل وش اديله شوية زبدة. هنركنها على جنب، واجيب الكورة الأخيرة برضو فردتها ودهنتها بزبدة، ولو اتقطعت معاكي مفيش أي مشكلة. هاتي بقى المستطيل اللي أنا قفلته ده، هحطها كده جوه واقفل عليها العجينة كمان، ومع كل قفلة بدهن بالزبدة بالشكل ده. هاخد بقى الاتنين المستطيل دول اللي انا طبقتهم جوا بعض وهسيبهم يرتاحوا شوية في التلاجة لمدة ربع ساعة، ودخليهم التلاجة. غطيهم طبعا بكيس عشان وشهم ما ينشفش. وعلى ما العجينة ترتاح قلت احضري الحشوة. انت ممكن تعملي الحشوة اللي انت عايزاه، بس حشوة الجبنة دي كانت مميزة جدا وطعمة جدا. انا عندي هنا كان قطعة جبنة براميلي، نزلت عليها كده بشوية فلفل اسود، ونزلت عليها كمان بشوية جبنة موتزاريلا كانوا عندي في التلاجة. يعني تقدري تلمي أي حاجة عندك في التلاجة. قلبت كده الجبنة البيضة البراميلي دي مع الموتزاريلا مع شوية الفلفل الأسود،
وقلت انزل عليهم كمان لقيت شويه الفلفل كده الاسود صغيرين فزودت شويه فلفل اسود، وكان عندي شويه فلفل اخضر قطعتهم صغير مع شويه زيتون مع شويه بقدونس. والله الحشوه دي كانت رائعه، كانك حشيها بسطرمه، كانت لذيذه وطعمه بشكل غير عادي. كمان نزلت عليها كده بشويه زعتر مجفف كان عندي، وقلبي بقى كل الخلطه دي مع بعض. يبقى جبنه بيضه، اي جبنه عندك بيضه، بس الجبنه البراميلي بيبقى طعمها مميز في الفطاير. يبقى جبنه براميلي وشويه جبنه موتزاريلا، شويه زيتون، شويه زعتر، شويه بقدونس، وشويه فلفل اسود. شايفين جمالها؟ انا كده العجينه كانت ارتاحت، طلعتها بقى من التلاجة وابتديت افردها. وانت بتفرديها برضو رشه بسيطه من الدقيق من فوق وتحت. افردي وحافظي على الشكل المستطيل او المربع يكون مظبوط معاكي على قد ما تقدري. وبرضو لما العجينة تبقى مرتاحة الفطيرة هتتفرد معاكي كويس. افردي بقى على قد ما تقدري، ولو لقيتيها بتلزق رش دقيق بسيط من فوق ومن تحت. شايفين؟ انا عايزة احافظ على الشكل المربع ده. كده خلاص اتفردت معايا زي ما انا عايزة. هبتدي اقطعها كده الى مربعات الحجم اللي انت عايزاه، يعني ممكن 6 سنتي في 6 سنتي، 7 سنتي في 7 سنتي، زي ما انت عايزة. وهبتدي احشي كل المربعات دي بحشوة الجبنة اللذيذة الرائعة دي. شايفين؟ جبنة وزيتون وبقدونس وفلفل اخضر. احشي كده بكمية تناسب المربع بتاعك. شايفين الجمال؟ شايفين الالوان؟ يعني دي تتاكل نية كده من قبل ما تستوي. حطيه وبالشكل ده. شايفين؟ والله تتاكل نية. مش عايزه اقول لكم الحشوه الجبنه مع البقدونس والزيتون دي يعني رائعه، ممكن تعملي بيها سندوتشات، وكان طعمها واضح ومميز جدا في الفطاير دي. هنبتدي نقفل بقى الفطاير دي بكل بساطه. بتاخدي الاطراف وتقفليها بالشكل ده، وانا بقلبها في الصينيه على وشها. شايفين؟ بصي بتقفلي كده الاطراف على بعض وتقفلي كل الحروف بتاعتها عشان الجبنه لما تدخل الفرن ما تسحش وتطلع بره. كده بقفل، بلم كل الاطراف بالشكل ده زي السره كده. وممكن تقفليها اي شكل عادي، يعني ممكن تقفليها انت زي القطايف، تقفليها بالطريقه اللي تعجبك. بس بصراحه شكل الفطيرات بعد ما خلصت عجبتني قوي. بقفل بكل بساطه. شايفين؟ ما فيهاش اي حاجه. والنص كيلو دي بيديني كميه حلوه قوي، والحشوه دي مع العجينه دي كانت رائعه بصراحه. خلصت انا الفطيره الاولانيه دي. الفطيرة التانية طلعتها برضو من التلاجة وابتديت افردها بنفس الطريقة دي كمان عشان ارتاحت اكتر، اتفردت معايا احسن. شايفين؟ قطعي على طول كده بالسكينة، بقطعها عندك المربعات اللي انت عايزاها. الحتة يا جماعة اللي بتطلع من الحروف دي انا بلمها وبفردها تاني. شايفين؟ وزعي الحشوة بكمية مناسبة للمربع، ما تكتريش وما تقلليش بالشكل ده. جربوا الحشوة دي يا جماعة قد ايه هتعجبكم. وعلى طول هلفها واقفلها واحطها في الصينيه. الصواني انا دهناها زيت بس. شايفين؟ ركزي كده معايا انا بقفل الفطيره ازاي. بس هو باخد كده الاطراف بلفلها على بعض بالشكل ده، ولما اجي احطها في الصينيه انا بقلبها على وشها. شايفين البساطه والجمال؟ حاجه كده تفتح النفس، حاجه كده لما تاخديها معاكي الشغل مع كوبايه الشاي او تفطري بيها او الولاد ياخدوها معاهم للمدرسه، شيء جميل. بعد ما خلصت كل الفطاير قلت لكم الصينيه دي انا دهناها زيت، بضايه بشويه لبن بشويه فلفل اسود وملح. امسحي كل وش الفطاير بالخليط ده. بس انصحك حطي ورقه زبده، لان الصواني دي تعبتني في التنظيف قوي بسبب البيض اللي نزل في الصينيه. حطي ورق زبده، ادهنيه بشويه زيت ورشي عليه دقيق وحطي الفطاير دي. زي ما بقول لكم تعبتني في التنظيف، بعد ما استوت الصينيه تعبتني في التنظيف قوي، فورقه زبده كانت هتريحني من كل ده. ودخلتها الفرن على اعلى درجه حراره وطلعت لي بالشكل الجميل ده. طبعا بعد ما رشيت البيض كنت رشيت انا شويه سمسم، براحتك، عايزه تحطي مش عايزه براحتك. بصي بقى الفطاير وجمالها. بصوا السوا بتاعتها وما خدتش اي وقت في الفرن، طالما الفرن سخن ما بتاخدش وقت. كان نفسي اسمعك القرمشه بتاعتها. وبصي بقى الطراوه والجمال من جوه. ده فطير، دي فطير من جوه، طبقات الفطير وحلاوه وجمال الفطير. تقرمش كده معاكي من بره وطريه من جوه، وطعم حشوه الجبنه كانت رائعه. والله كنت حاسه ان هي فيها بسطرمه برغم انها ما فيهاش، بس كانت الطعم كان رائع. اعملي الخليط ده وجربي
وهتدعي لي. بصوا طبقات الفطير من جوه عامله ازاي، حلاوتها دي مع كوبايه الشاي او حاجه كده نقنقه كده الصبح او بين الوجبات. وشايفين بتقريبا نص كيلو دقيق عملت كل الكميه الجميله دي، وريحتها كانت ماليه البيت. حاجه بسيطه بمكونات موجوده في البيت. اعملي فطاير، جربي وان شاء الله تدعيلي. ودي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو عجبتكم وصفتنا يا ريت تشجعوني ان انا ارجع تاني كده لنشاطي واعمل معاكم وصفات جميله. لو عجبتكم يا ريت تدعموني، سبسكرايب وشير ولايك، وما تنسوش تتابعوني مع سماسم في المطبخ.